هو الاختلاف في الرأي ممكن يفسد في الود قضية؟ لا، ده ممكن يفسد القضية ذات نفسها. وده اللي اتعلمناه من أزمة غزة. اتعلمنا ان الشباب المصري الصغير اللي كنا فاكرينه ما عندوش ولاء ولا انتماء، لا، ده بيقعد بالعشر ايام في رفح معتصم عشان يطمن ان المساعدات دخلت غزة، وبيساعد الهلال الاحمر والجمعيات التانية علشان يطمن ان المساعدات وصلت غزة. اتعلمنا ان استاذ عمرو اديب ممكن جدا يطلع ينتقد محمد صلاح عشان ما اتكلمش، وينتقد محمد سلام انه اتكلم وما راحش موسم الرياض. اتعلمنا ان المظاهرات اللي في اوروبا وفي باريس وفي لندن ممكن تبقى اكبر من المظاهرات اللي في الوطن العربي عشان خاطر غزة. اتعلمنا ان صوت الشباب واصل للعالم كله اكتر من الناس المسؤولة والناس اللي في ايديها الحل. اتعلمنا ان ممكن جدا تبقى تساح بريا وبتضرب واطفال تحت الانقاض، والممثلين اللي بيتكلموا عن الوطنية طول الايام وبيعملوا مسلسلات